بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سيرة من نور. هذا هو اليوم 27 من شهر رمضان المبارك لعام 1446. أوشك رمضان على الرحيل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وأن يجزينا عليها أو بها يوم القيامة جنته ورحمته وبركته سبحانه، آمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يجب علينا أن نكمل العدة لشهر رمضان، فنصوم غدا وبعد غد وبعده بحسب الرؤية. فإذا اكتمل شهر رمضان الحمد لله نكون قد صمنا 30 يوما، وإذا رأينا الهلال فنكون قد صمنا أيضا العدة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. فالشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه 10 3 مرات، وأشار مرة أخرى هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه 10 ثم 10 ثم 9، إما أن يكون 29 أو يكون 30. وعادة في نهاية هذا العمل المبارك الذي كان دورة مكثفة في الطاعة، سباق في قراءة القرآن، سباق في أداء الصلوات الخمس، سباق في قيام الليل، وسباق في التهجد، ومن أكرمه الله عز وجل أيضا اعتكف. فهي دورة مكثفة لتطهير القلب من الأدران والأوساخ التي اجتمعت عليه 11 شهرا. ففي هذا الشهر يتم غسل هذا القلب حتى يكون جاهزا لوعاء التقوى، جاهزا لوعاء التقوى، فيصب فيه كل الأعمال الصالحة. ولأن البشر لا يستطيعون أن يعبدوا الله كما هو يستحق سبحانه وتعالى، وأن يعبدوا الله بما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فلا بد أن يحصل من النقص في عبادتهم. فرض الله تبارك وتعالى عليهم في نهاية هذا الشهر بفريضتين عظيمتين. ما هما هاتان الفريضتان؟ الجواب: الأولى زكاة الفطر، والثانية صلاة العيد. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. معظم المفسرين على أنها زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذه صلاة العيد في سورة الأعلى. إذن ختم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك بهذين العبادتين العظيمتين: الأولى زكاة الفطر، الثانية صلاة العيد، وهي بداية شهر شوال وإتمام أعمال شهر رمضان.
من هنا قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن شكر الله عز وجل على ما أعاننا من الصيام والقيام والصدقة والجهاد والاعتكاف، كل هذه الأعمال الصالحة من شكره سبحانه وتعالى أننا نقوم بهاتين العبادتين. وبفضل الله معظم المسلمين في أنحاء العالم يقومون بتنفيذ هاتين العبادتين: زكاة الفطر وزكاة صلاة العيدين. زكاة الفطر، ما هي زكاة الفطر وما المقصود بها؟ وتسمى أيضا صدقة رمضان، تسمى أيضا صدقة رمضان. وهذه الصدقة لماذا فرضها الله عز وجل؟ لماذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: طهرة للصائم من الرفث واللغو. الصائم يصوم ويبذل قصارى جهده، لكن أحيانا يخطئ، فربما سب هذا، ربما شتم هذا، ربما رفع صوته على هذا، ربما شاهد محرما، ربما قال شيئا، فيحصل في العبادة نقص. فأراد الله عز وجل أن لا ترفع هذه الأعمال وهي ناقصة، ففرض علينا زكاة الفطر. انظروا إلى رحمة الله بنا وإلى حبه لنا، وهذا مصداقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللهم لك الحمد والشكر. حقيقة الواحد يستحي أمام الله عز وجل، يستحي من ربه. انظروا كيف يتودد الله إلينا، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهو المطلع على أعمال العباد، ترفع إليه التقارير ويعرف الأعمال، يعرف أعمال هذا وعمل هذا، ولا تختلط عليه أعمالهم ولا تخفى عليه خافية. وهذا من عظيم قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. مليارات من البشر، مؤمنهم وكافرهم، كلهم ترفع إليه الأعمال فلا تختلط، فيعلم المؤمن ويعلم الكافر ويعلم المنافق. والمؤمن على درجات، يعلم المسلم ويعمل المؤمن ويعلم المحسن، والكافر أيضا دركات، والمنافق كذلك دركات. كل هؤلاء يعرفهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالموضوع كبير، حزب الله وحزب الشيطان. نسأل الله أن يجعلنا من حزبه. فمن كان من حزب الله فالله يرعى حزبه، يرعاهم ويحفظهم ويريد بهم اليسر، ويبعد عنهم كل ما ينقص أجورهم أو يعرضهم لسخط الله وغضبه. الله سبحانه وتعالى يعني يرعى المؤمن ويحفظه. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث مجمل معناه أن الله يحفظ العبد المؤمن الذي يتقرب إليه، تقرب إليه بالصيام، تقرب إليه بقيام الليل، اجتهد فاجتهد
حتى قام ليلة القدر، هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى، يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ قدميه. لاحظ هذه الجوارح التي نعمل بها نحن، الأيادي والقدمين والعين والسمع والبصر، هي الجوارح التي يعني نكسب بها الأمور، سواء كانت خير نسأل الله من فضله أو شر عياذا بالله. يعني ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهذه الجوارح التي يكتسب بها الشر والخير. فالمؤمن يحفظه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تفهم معنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما تسمع هذه المقدمة وتفهم أن الله يحبك ويريد بك خير ويريد أن ينقذك من النار، ويتحقق فيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحقق فيك من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده. فحتى لا تبعد عن رحمة الله ما دمت دخلت شهر رمضان المبارك، وهو الحصول على الأجر بأسهل طريقة. لذلك من دخل رمضان لابد أن يصيبه شيء من نفحات الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. زكاة الفطر هي زكاة بسيطة وسهلة وميسرة، فرضها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله على جميع المسلمين، الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. شايف؟ هل لاحظت؟ فرضها الله عز وجل على الجميع، على الحر والعبد والذكر والأنثى، الصغير والكبير. يشترطون العلماء فقط أن يكون مسلما، فهي لا تجب على الكافر حتى يسلم، فإذا أسلم تجب عليه، وهي في الأصل واجبة عليه أيضا، سيسأل عنها يوم القيامة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فيوم القيامة يحاسبهم الله عز وجل على أنهم لم يؤمنوا ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يطعموا، لم يفعلوا هذه التفاصيل. يوم القيامة يحاسبهم الله عليها. لكن نحن في هذه الدنيا لا نوجب عليهم، نقول لهم أخرجوا زكاة الفطر وهم نصارى مثلا، لا نجب عليهم نقول لهم أخرجوا زكاة الفطر وهم يهود مثلا أو هم مجوس. يجب ابتداء نقول لهم يعني عليكم الدخول في الإسلام بشهادة الحق، ثم بعد ذلك نحاسبكم على هذه الأمور. إذن نعود لزكاة الفطر. زكاة الفطر مشاهدي الأكارم سهلة بسيطة، الحمد لله. فرضها الله عز وجل على الجميع، فرضها على كل من يملك قوت يومه، فما زاد على قوت يومه يجب عليه أن يخرجها. فالغني غني عنده قوت يومه ربما لشهر، عنده القوت ربما لشهر. أما الفقير فإذا ملك قوت يومه فما زاد يجب عليه أن يخرجه، وإذا لم يملك قوت يومه فلا تجب عليه. هي تجب على كل من زاد على قوت يومه. والفقراء في هذه الليلة بالذات تأتيهم الصدقات، صدقة الفطر، من كل حدب وصوب،
فيجب عليهم بعد أن يمتلكوا صدقة الفطر ملكا شرعيا كاملا، يعني تدخل في بيوتهم، يجب عليهم أن يخرجوا أيضا هم. حتى الفقير يجب عليه إذا عنده قوت يومه يجب عليه ما زاد أن يخرجه. إذن الكل في هذا اليوم يأكل ويشرب ويطعم. لو سألنا ما مقصود الشريعة، لماذا على الجميع أن يتبادل الطعام؟ فالغني عنده ما يأكله في هذه الليلة، وأوجبنا عليه أن يطعم جاره إذا كان فقيرا، فهذا الغني أكل وهذا الجار أيضا أكل وذاك الفقير البعيد أيضا أكل، وهكذا المدينة بكاملها الناس تأكل. لا يوجد في هذا اليوم أحد جائع أبدا. لاحظتم؟ لا يوجد أحد في هذه الليلة جائع أبدا. هذا مقصود الشريعة، أن الجميع يفرح بليلة العيد ويأتي إليه العيد يأتي إليه وعنده طعامه. لاحظتم كيف؟ شوفوا هدف الشريعة، هدف يعني قضية أنه ما يكون عندك في بيتك طعام، قضية ليست سهلة يا أخواني. ربما الغني لا يتصور هذا، لكن والعياذ بالله إذا أصاب الناس مجاعة ودخل عليهم الفقر المدقع وليس هناك طعام، لم يتعشوا، ناموا ولم يتعشوا، وأصبحوا ولا فطور، ووصلوا وقت الظهر ولا غداء، ثم جاء وقت العشاء ولا عشاء، مر عليهم 24 ساعة لا طعام ولا شراب، لا يوجد شيء أبدا. يا جماعة السوق ما في، البواخر واقفة، الأرض قحط، السماء متوقفة. هذا والعياذ بالله هذه هي المجاعة. حتى الواحد يعرف ما معنى الطعام، يعني أنت أحيانا تتمنى تمرة واحدة في فمك تجعلها تمتص حتى تمتص الحلى وتقوي جسمك. والعياذ بالله إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة، فالغني لا يتصور هذا إلا إذا ابتلي بالمجاعة. فهل هناك من المسلمين في وسط البلدان من يعيش ليس عنده طعام؟ الجواب نعم. المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا وليس عنده دخل ولا عنده راتب، من أين يأتي بمال حتى يشتري كيس رز ولا كيسين يعني شعير ولا قمح؟ ما في فلوس، ما في دخل. لذلك هذا اليوم يعني ربما ما في دخل، يصبر يوم أو يومين حتى تأتيه الصدقة، يأتيه الزكاة، ينتبه له جاره، ينتبه له قريبه، ربما يعني يحصل. لكن في هذه الليلة يأبى الله إلا أن يطعم هذا المسكين. لاحظتم؟ لا يريد الله عز وجل أن يمر عليه يوم العيد وهو ليس عنده طعام. يوم العيد لا بد أن يأكل. لذلك من حكمة الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما قوت البلد. فمن الصحابة من أخرجها شعيرا. الآن سنقرأ مجموعة من أحاديث زكاة الفطر في صحيح البخاري حتى يتضح لنا أن المقصود هو إشباع الفقير في هذه الليلة. كذلك أيضا هناك هدف آخر، هدف التعاون على البر والتقوى، وأننا أمة واحدة. رفع هذا المعنى العظيم، لأن الله أوجبها على الجميع، حتى العبد المملوك الذي هو ملك سيده إذا عنده قوت يومه يعني يملكه يجب أن يخرج عن نفسه.
فهنا اختلف العلماء هل يجب على سيده أو عليه. أرجح الأقوال إذا كان هذا العبد المسلم يملك قوت يومه فما زاد عليه أن يخرج في هذا عن نفسه في هذا اليوم. كذلك أيضا حينما نخرج عن أبنائنا وزوجاتنا وأولادنا وجميع من نعولهم، نخرج عنهم جميعا والأسرة الأخرى تخرج كذلك، هذا يشعرك بشيء من التعاون وبشيء أن الجميع يريد أن ينجو من عذاب الله ويريد أن يتعرض لنفحات الله، لأنك أنت لا تريد أن تدخل الجنة لوحدك، تريد زوجتك تكون معك وتريد أبنائك وبناتك يكونوا معك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالوا إذا كان الرجل في درجة عالية وزوجته في درجة أدنى فإن الله يرفع الزوجة مع زوجها، وأحيانا يكون العكس أيضا، تكون الزوجة صالحة صوامة قوامة آمرة بالمعروف وزوجها مفرط، فإذا دخل الجميع الجنة تكون هي مثلا في الفردوس الأعلى من الجنة، وهو يكون في وسطها مثلا، أو في الدرجات الأقل، هي ترفعه فيرتفع إليها. إذن هذا الجو الإيماني في زكاة الفطر أن الجميع يخرج، الجميع، بل إن بعض العلماء قالوا أن حتى البنات والأولاد إذا كان عندهم أموال مصروف زائد، قالوا يفضل أن يخرجهم عن أنفسهم، وحتى الإخراج نفسه، يعني أنت لما تخرجها بنفسك وتؤدي هذه العبادة، تطرق باب الفقير، السلام عليكم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذه زكاة الفطر، جزاكم الله خير، الله يديكم خير، الله يبارك فيكم، شكرا لكم. هكذا أنا أمثل دور الفقير ودور الغني، فيحصل هذا التآلف والتحابب والتواد. والفقير في هذا كنت أريد أن أصل إلى نقطة، فالفقير لما يفتح بابه لاستقبال زكاة الفطر، هذا يعطيه لحما، وهذا يعطيه أرزا، وهذا يعطيه قمحا، وهذا يعطيه شعيرا، وهذا يعطيه زبيبا، وهذا يعطيه. كان شيخنا الشيخ حسن سلمان يقول إن من مقاصد الشريعة تحريك السوق بالطعام. لو كان في مسألة طبعا هل نخرج زكاة الفطر طعاما أو نخرجها نقودا، خلاف بين العلماء، ولا شك أن الراجح هو إخراجها طعاما على ما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتعجب كيف حصل للعلماء خلاف والنص واضح، يعني تكاد تقول أن هذا تواتر من الصحابة أن النبي عليه السلام أخرجها طعاما، يعني لم أقف ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها نقودا. نعم، إنه كلها. فجوا قالوا أن النقود أفضل له. من قال لكم أن النقود أفضل له؟ في هذا اليوم المقصد به إشباع هذا الفقير، فإخراجها مالا، ما الفرق بينها وبين زكاة المال؟ إذن زكاة المال موجودة في الشريعة، لماذا نخرجها الآن أيضا في رمضان مالا؟ هذا واحد. اثنين، يعني لا اجتهاد مع النص. النقود كانت موجودة في زمن النبي عليه السلام، والطعام كان موجود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث أنه أخرجها طعاما صلى الله عليه وسلم، فنترك هذا وندخل إشكال. على كل حال لله في ذلك حكمة. قال الشيخ حسن سلمان أن
إذا فرضت زكاة الفطر طعاما والناس أرادوا أن يشتروا الطعام، فإن هذا يؤدي إلى تحريك السوق، فالمزارعون يزرعون حتى يجهزون الأرز والشعير والبر، وتحمل هذه في البواخر، والبواخر تنقلها إلى السوق، والسوبر ماركتات أيضا تعرض زكاة الفطر بأعداد هائلة، يعني كونتينر وراء كونتينر وراء كونتينر. هذا يقول لك يعني يجعل الحركة الاقتصادية المالية تتحرك من خلال هذا الأمر. أما إذا أخرجناها مالا فلا يحصل بذلك الصدقة، بل لا يحصل بذلك تحرك الاقتصاد المالي. يأخذ المسكين المال ويضعه بعدين، ثم أيضا المال الذي يصرف في زكاة الفطر قليل جدا، قليل، فائدته بسيطة حقيقة. كم ستخرج؟ يعني الآن 180 ليرة بالتركي مثلا تعدل أعتقد لو قسمنا 100 $5. $5 تعطيها للفقير، بالله ماذا سيستفيد منها؟ قد تقول لي $5 مني $5 من آخر، ربما إذا جاءه 100 فتصبح هذه 5 في 100 $500. هذا وارد، لكن لم يحصل بها المقصود، لم يحصل بها شيء المقصود. لماذا؟ لأن هذا المسكين ربما يأخذ $5 هذه فيصرفها في أشياء لا تعكس هدف الشريعة. يعني يأخذ $500 يسدد بها إيجار، ويومه يكون ما عنده أكل، ما عنده. يوم العيد يأتي وما عنده، يقول لك أنا أصبر على الطعام. لا يا أخي، إحنا هذا اليوم نبغاك تكون شبعان، ونبغى وجهك يكون منور وتكون سعيد وفرحان مع إخوانك. شايف كيف؟ فإذا كان عندك أجار اطلب زكاة المال، زكاة المال يسددون لك أجار بيتك كاملا. نعم، فلذلك هذا هو المقصود من زكاة الفطر، أن يتحرك السوق، وأن يحصل هناك ردة فعل قوية اقتصاديا، وأن يأكل الجميع ويشبع الجميع ويفرح الجميع. هذا هو المقصد. قبل أن نختم نقرأ مجموعة من الأحاديث من صحيح البخاري. صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طريق آخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وكذلك أن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. هكذا هذه هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري في زكاة الفطر، استعرضناها كاملة ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، فلا تخالف هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وتخرجونها مالا. من أراد أن يخرجها مالا فليخرج المال صدقة، ولكن لا يفوت على نفسه هذه السنة العظيمة المباركة أن يخرجها طعاما. أشكركم على حسن المتابعة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أختم بأنه يجوز لك أن تخرجها قبل يوم أو يومين، يجوز لك أن توكل جمعية خيرية، شريطة أن تقوم هذه الجمعية بشراء الطعام وتوزيعه على الفقراء، يجوز لك ذلك إذا كنت مشغولا. انتبه أن تأتيك صلاة العيد وما أخرجتها، فإذا كنت معذورا أخرجها حتى بعد صلاة العيد، وإذا كنت غير معذور فاستغفر الله حتى لو أخرجتها، أخشى أن لا تقبل منك، لأن المهمل الذي لا يهتم بعبادات ربه ولا يؤديها حتى لو أداها والعياذ بالله لا تكون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن المهمل الذي لا يهتم ولا يحرص على الزكاة ولا يؤديها كما ينبغي، هذا والعياذ بالله في خطر عظيم، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. مشاهدينا الكرام، تقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة. صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجمعنا بكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. السلام عليكم. على نهج